لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. قبل العمارنة أو بعد العمارنة، موهبة الفنان المصري هي لكن الفكر ممكن يكون مختلف. قرص الشمس اللي قدامنا ده مش هو الإله را، ولا هو إله أصلا. ده القرص اللي بيختفي خلفه الإله أتون. معابد أتون زي ما احنا شايفين في الصورة لا سقف لها أبدا، دايما تتلقى أشعة الشمس طول الوقت، وأتون ليس له أي تماثيل. هنلاحظ في الصورة شعاع من الأشعة بينتهي بإيد بشرية تحمل العنخ وبتقربه من أنف الملك، ونفس الشيء بيحصل مع الملكة نفرتيتي اللي واقفة خلف زوجها الملك إخناتون، وتتبعها إحدى بناتها. احنا عارفين إن إخناتون ونفرتيتي كان لهم 6 بنات. المشهد ده معناه إن الإله أتون بيتجلى بطريقة واحدة بس، بيتجلى عن طريق إنه يمنح البشر الحياة من خلال العنخ اللي شعاع الشمس بيقدمه، وهو لا يتجلى إلا بهذه الصورة. الإله أتون ليس له شكل آخر، لا بشري ولا حيواني، وليس له كهنوت، ملوش كهنة. الملك إخناتون هو الممثل الوحيد لأتون، هو الرسول، هو النبي بتاع أتون. في مشهد تاني بنرى فيه إخناتون يتعبد للشمس ويرفع تمثال العدالة أمام أشعة الشمس. المشهد ده من معبد أتون في الكرنك. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.